بالنسبة للحدث التاريخي الحدث اليوم، الحمد لله أول شيء على كل ما قدر. ثانيا هذا الشيء ليس بغريب على الرياضة السعودية. اللاعبين السعوديين فقط كانوا يحتاجون إلى فرصة لأجل عرض مواهبهم على الأندية العالمية. ما تحقق اليوم الحمد لله كان بفضل الله ثم بفضل التيم العمل اللي عملوا على هذا إنجاح هذه الصفقة، وهذا يتماشى مع مستهدفات سمو ولي العهد من أجل تطوير الرياضة في المملكة العربية السعودية. وكذلك من أهم الأشياء التي كان يحلم بها السعوديون أنه يتم يعني مشاهدة لاعب سعودي في أحد أبرز أندية أوروبا وفي أحد أكبر الدوريات العالمية اللي هي الكالتشيو الإيطالي.